شرح كيفية صنع ريميكس احترافي لأغنية من نما. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير للجميع. اليوم درس صنع ريميكس مغربي احترافي. الفصل الأول: كسر الجليد واختيار النمط الموسيقى. الأستاذ أمين مجدوبي كلينتون، أهلا بك يا بطل في استوديو الهندسة الصوتية. يسعدني حماسك الكبير لتعلم فن الريميكس وصناعة الموسيقى ميوزك برودكشن. هل أنت مستعد للغوص في عالم لوجيك برو إكس؟ التلميذ: أهلا بك أستاذ أمين، أنا متحمس جدا. أستمع كثيرا إلى الأغاني العصرية وأريد معرفة السر وراء إعادة توزيعها بشكل جديد وقوي. الأستاذ أمين مجدوبي كلينتون: هذا رائع. قبل أن نفتح البرنامج، ما هو النمط الموسيقي الذي يستهويك وتريد أن نطبق عليه مشروعنا اليوم؟ التلميذ: أريد بشدة أن نجرب نمط البوب ميروكو، البوب المغربي العصري. أحب جدا هذا المزيج الذي يجمع بين إيقاعاتنا التقليدية والموسيقى الغربية الحديثة. الفصل الثاني: مطابقة الإيقاع وسحر الفليكس تايم. الأستاذ أمين مجدوبي كلينتون: اختيار عبقري. البوب المغربي يحقق نجاحا عالميا هائلا الآن. السر الأول والأساسي في أي ريميكس هو موائمة سرعة الإيقاع تيمبو. عندما تقوم بتنزيل صوت الغناء الأصلي أكيد يجب أن نخبر البرنامج بسرعته الصحيحة ليتطابق مع مشروعنا الجديد ولا يخرج عن الوزن. التلميذ: لقد واجهت هذه المشكلة سابقا. كنت أضع الملف الصوتي فيخرج الغناء عن الإيقاع تماما بعد بضع ثوان. كيف نحلها؟ الأستاذ أمين مجدوبي كلينتون: هنا يأتي دور الميزات الذكية في لوجيك برو إكس. أولاً، نستخدم أداة بيت مابينج لتحليل سرعة الأغنية الأصلية ومطابقتها مع شبكة البرنامج كريد. ثانياً، نفعل ميزة فليكس تايم. هذه الميزة السحرية تسمح لك بتسريع أو تبطيء صوت المغني ليتماشى مع السرعة الجديدة للريميكس دون أن تتشوه جودة الصوت أو يتغير طابع طبقة الصوت بيتش. الفصل الثالث: دمج التراث بالمعاصرة، الإيقاع والألحان. التلميذ: مذهل. الآن بعد أن ضبطنا سرعة صوت الغناء، كيف نبني الإيقاع المغربي العصري؟ الأستاذ أمين مجدوبي كلينتون: هنا تبدأ المتعة الإبداعية والدمج الثقافي. 1. في الإيقاع، سنأخذ عينات صوتية سامبلز لآلات إيقاعية مغربية تقليدية مثل الباندير أو الدربوكة. سنقوم بعمل كوانتيز لها لتصبح دقيقة جدا على المزورة، ثم نضع خلفها مباشرة باص غربي قوي وهزاز مثل 808 بس باستخدام محاكي الأصوات سامبلر. هذا يعطي الأغنية طاقة سينمائية حديثة تشبه موسيقى الهيب هوب والتراب. 2. في الألحان، البوب المغربي يعتمد على آلات مثل الكمان أو الوتار. إذا لم يتوفر لدينا عازف حقيقي في الاستوديو، سنستخدم الميدي كيبورد لعزفها عبر الآلات الافتراضية مع تفعيل خاصية بيتش بند لمحاكاة العزف المغربي الأصيل بنظام ربع التون كوارتر تون. الفصل الرابع: اللمسات النهائية والمؤثرات الاحترافية ريميكس ريفاكس. التلميذ: بدأت الصورة تتضح أمامي. ولكن أستاذ أمين، كيف نصنع تلك الانتقالات الحماسية التي نسمعها في الحفلات، مثل توقف الصوت المفاجئ أو تدويره كالديجا؟ الأستاذ أمين مجدوبي كلينتون: سؤال ذكي جدا. امتياز لوجيك برو إكس يكمن في أداة مخصصة كليا لهذا الغرض تدعى ريميكس إفكتس. هذا الفلتر عبارة عن لوحة لمس تفاعلية نضعها على مخرج الصوت الرئيسي ستيريو اوتبوت. تتيح لك إضافة مؤثرات حية في الوقت الفعلي مثل ريبيتر، فلتر، ووبل. على سبيل المثال، قبل أن تبدأ الأغنية بقوة،
The drop. سنقوم بتحريك المؤشر لعمل فلت تدريجي، فلتر فيد، يقطع الترددات العالية ليصنع تشويقا هائلا، ثم ينفجر الإيقاع المغربي فجأة ليلهب حماس المستمعين. التلميذ: واو! لم أكن أعلم أن التحكم في هذه المؤثرات المعقدة يمكن أن يكون بهذه السهولة والمتعة داخل البرنامج. أنا مستعد تماما لتطبيق هذا معك الآن. الأستاذ أمين مجدوب كلينتون: إذن فلنفتح مشروعا جديدا ونبدأ تطبيق هذا السحر الموسيقي خطوة بخطوة. شكرا. أي استفسار أستاذ أمين مجدوب كلينتون في الخدمة.